أم عماد امرأة من مدينة الموصل، واجهت ظروف الحياة الصعبة وعملت لكسب لقمة عيشها من خلال إعداد الأكلات الشعبية. وما أن تطور عملها، قامت بإنشاء مشروع لإعداد كافة أنواع الأكلات. مدينة الموصل تمتاز بهاي الأكلات التراثية، الكباب، العقوق، الدولمة، وأكثر شيء تعرف مدينة الموصل تمتاز بكبة الدق. طبعا هي اسمها الأصلي كيبتو، كانوا يقدموها للملوك، للملك آشور بالوقت السومرية كانوا يقدموها للملوك. فبعدين مع مرور الزمن سموها أهل الموصل كبي، فاشتهرنا احنا مدينة الموصل بالكبي. فخلي أقول لك الشيء الإيجابي اللي خلاني أفتح هذا المشغل ونشتغل هاي الكباب. طبعا بعد الحرب كثروا عندنا الأرامل والمحتاجين، وكثير من الأرامل يعني تريد تشتغل. ففتحت هذا المشغل على استناد نحيي الأكلات التراثية وهي الكبة. بعدين اتطور المشروع، بدينا نعمل كل الأكلات الموصلية، الكباب، العقوق، الدولمة، الزبيبية، الهندية. أكو أكلات يعني هذا الجيل ما يعرفها، فبدينا نحيي هاي الأكلات اللي بدأت تنقرض. فبدأت بعاملتين، اليوم أصبح المشغل أكثر من 30 أرملة. المشروع يضم نساء أرامل ومطلقات وفتيات خريجات لم يحصلن على فرص للتعيين، ويعملن يوميا لإعداد الأكلات الموصلية الشهية والأكلات الشعبية الأخرى، وسط إشادتهن بهذه المبادرة التي ساهمت في كسب قوت يومهن. بعد ما تخرجت بديت أبحث عن فرصة عمل، لأن تعرف تعيين ماكو تعيينات، أو ممكن يعني ننتظر فترة طويلة لما تجينا التعيينات، فما حبيت إنه أبقى قاعدة، وخصوصا إنه لازم أعيل عائلتي. فبديت أبحث عن فرصة عمل. يعني تعرف إحنا ككوننا مجتمع موصلي يحبون إنه المكان لازم يكون بس بنات يعني داخل الشغل. فمن جيت نصحوني مكان أم عماد، من جيت على أم عماد وشفت الكادر يعني من عرفت إنه أنا خريجة، يعني جدا اهتمت بي إنه خريجة وتبحث عن فرصة عمل. يعني ما شاء الله ربي يبارك بيها ويطول بعمرها، يعني مثل ما نقول دعمتني نفسيا ومعنويا وماديا. مبادرة أم عماد شكلت بارقة أمل للكثير من النساء في مدينة الموصل، كون هؤلاء النسوة واجهن ظروفا صعبة إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل، فضلا عن الأسباب الاجتماعية التي منعتهن من العمل.